عندنا 5 اخبار مهمين جدا جدا، من ضمنهم 3 اخبار كويسين للنادي الاهلي وخبر واحد وحش جدا للنادي الاهلي. طبعا العيون بقت مدققه معانا ومركزه معانا، وخبر كارثي لنادي الزمالك. اول خبر كويس للنادي الاهلي هو رجوع زيزو باذن الله للمباراه القادمه، ومعاه مين في الخبر الثاني؟ ومعاه قفشه. والخبر الثالث هو رجوع الباك الشمال الوحيد اللي عندنا محمد شكري. الخبر بقى الوحش جدا جدا اللي اتصدمنا بيه وهو إصابة حسين الشحات في التدريبات بسبب كتفه. ايه مشكلة الكتف عندنا؟ لو قعدت على الكتف ولسه خالصين من امام عاشور، مش عارف ايه مشكلة الكتف. حسين الشحات يا عيني اتنظر، عمل ماتش يعني محترم جدا واخد بطل المباراة، اتصاب في التدريبات على طول. فإصابة حسين الشحات بكتفه ولسه هيتعرض على الكشف الطبي، وربنا معاه وإن شاء الله بالشفاء ويرجع بألف سلامة. الخبر بقى الكارثي لنادي الزمالك هو ايه؟ الخبر الكارثي لنادي الزمالك وهو تمرد اللعيبه، واللعيبه عايزه الفلوس يا معلم. خلاص عملوا اللي عليهم ولعبوا ماتش القمه، وقبل ماتش القمه احنا الدوري واحنا ومفيش حد قدنا. وقعوا طبعا في ماتش القمه قدام النادي الاهلي. اسمع بقى الكوارث من هنا للصبح بقى، او بيتمردوا طبعا على التدريب وعايزين المستحقات ومش هنلعب ومش هنسوي، ودي حاجه يعني نصيبه وكارثه لنادي الزمالك.